قبل سنوات رجل سوداني ضعيف على سيكل في جدة، الرجال يعني يلقط رزقه منا ومنا. في يوم من الأيام ماشي بسيكله وبيقطع الشارع، وإذا برجل لف عليه بالسيارة وصدمه. الصدمة ما كانت قوية، يعني صدمه ثم سقط هذا السوداني على الأرض. يعني رجل في منتصف العمر، في الخمسينات كذا. نزل صاحب السيارة، طبعا صاحب السيارة من أهل جدة، سعودي، رجل معطيه الله جسم ومعطيه بنية، فرجل نزل معصب يزمجر يسب ويلعن وكذا. ثم جاء عنده: أنت ما تشوف، أنت ما تشوف. ومن شدة تعصيبته وغضبه ضرب هذا السوداني على وجهه ضربة قوية. يقول يعني كنت أفقد البصر بسبب قوة الضربة. يقول ما قدرت أرد عليه، جسمه ضخم، قوته قوية، ما قدرت أرد الظلم عن نفسي لأني أنا ضعيف الله وجاي أسترزق. فرفعت راسي وعيوني يعني غرقانة بالدموع، قلت: حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. إن كنت أنا ظالمك فالله ينتقم مني، وإن كنت أنت ظالمني الله ينتقم منك عاجلا غير آجل. يقول مستمر هو يسب ويلعن ويتجاوز علي. يقول أخذت سيكلي وركبته ومشيت. ثم مرت الأيام. يقول في يوم من الأيام وأنا عند حلقة الغنم اللي هي منطقة بيع الأغنام وجنبها يكون المسلخ، يقول وعلى سيكلي، يقول وإذا برجال يكلمني من خلفي: السلام عليكم. يقول تفت عليه: وعليكم السلام. يقول قاعد يطالع فيني. قال: كيف حالك؟ قلت: الحمد لله. قال: يا أخي عندي خروفين أبغى أخذهن للمصلخ أذبحهن، تشيلهن؟ قال: نعم أشيلهن. كم تشيلهن؟ بكذا. قال: خلاص ما في مشكلة. يقول شلت الخروفين وهو يمشي قدامي وأنا أمشي وراه لين وصلنا للمسلخ. المسلخ ما هو بعيد يعني. يقول نزلت الخروفين ثم أعطاني فلوسي. لما جيت أمشي قال: لحظة، تعرفتني؟ يقول قلت: لا ما عرفتك. قال: أنا اللي قبل شهور صدمتك في المكان الفلاني وسبيتك ولعنتك وضربتك على وجهك ضربة قوية، وانت كنت تدعي علي.